ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ورجعنا لكم النهارده فيديو جديد على قناه جرينجلي. ومن داخل المحميه بتاعتنا والزرع بتاعنا، من داخل المحميه وفي الجو الحر جدا. وهنقول لكم في فيديو النهارده ازاي تعالجوا الزرع من الجو الحر دوت، لان بالجو الحر دوت الزرع هيموت، هيدبل، هيحصل له حاجات كتير. الورق هيتحرق من كتر الشمس او كده، من الجو الحر ودرجة الحرارة اللي فوق ال40. تعالوا نشوف هنعمل فيديوهات عن كل اللي ذكرته دلوقتي. هتبقى فيديوهات ان شاء الله جميلة جدا. شايفين الشمس ورايا عاملة ازاي؟ شمس حارقة فعلا للنباتات. فانت عشان تحمي نباتك لازم تعمل الطرق اللي اول حاجة بنعملها يا جماعة ان احنا بنيجي بأي حاجة عندنا ونرطب الزرع. بنرش على الأرض كده حبة مية صغيرين، نرش كده ونرش على الجدران كده، هتلاقي الجدار بيطلع ولعة. نرش على الجدران ونرطب على الزرع كده زي ما انتم شايفين كده. شايفين؟ بنرش عشوائي ونرش على الجدران زي ما انتم شايفين كده. رشينا عشوائي ورشينا على الجدران، هتلاقي مرة واحدة كده، مرة واحدة هتلاقي الدنيا ترشرش كده. هتفضل ترشرش كده وتسقي الزرع اللي محتاج يتسقي كل شوية. ترشرش، تفضل ترشرش كده وترمي على الأرض كده مية، وترشرش على الحيطة، وترشرش بره المحمية لأن الدنيا نار. ترشرش براها كده. ليه بقى؟ الرشرشه ديت بترطب على النبات، وبرضه بتعمل حاجه ان انت بتملاها ميه كده على الفاضي وتحطها في وسط النباتات كده. تحطها في وسط النباتات تطلع بعد كده هتلاقيها اتبخرت من كتر ما الدنيا حر. وكمان هنعمل ايه؟ كمان هنقرب الزرع من بعضه، مش هنخلي فيه فروقات كبيره. كل مجموعه من الزرع جنب بعضها. شايفين يا جماعه؟ اهو. نخلي كل الزرع جنب بعضه. بعد ما كنا مفرقينه وعاملين اشكال وكده، هنجمعه كله جنب بعضه، كل بلوك كده جنب بعضه. وهنعرفكم ازاي يا جماعه تعملوا الخيوط ديت وتعلقوا عليها الزرع بالطريقه ديت في فيديوهات قادمه باذن الله اهي. وهنا برضو هنعمل لكم فيديو على التين الشوكي والكفوف الجديده اللي عماله تطلع اهي يا جماعه. هنعمل لكم فيديو ان شاء الله عن التين الشوكي وعن دوار الشمس كمان البعيد اللي هناك ده، واللي جنبه اللي لسه بيطلع ده المشمش. فده كان فيديو قصير بنعرفكم فيه ازاي تحموا زرعكم من حرارة الشمس الحارقة في الوقت دوت. وبس، متنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب للفيديو، ونشوفكم فيديوهات جديدة. سلام.